السلام عليكم. في أي زمن كترت فيه الجريمة والظلم لازم يظهر بطل خارق، ما يكونش أونطة بقى ولا جاي من الفضاء ونزل في بلد لسه مولودة أول امبارح عشان يعمل لها تاريخ وهمي. وللأسف مع غياب سوبر هنيدي والرجل العناب وكابتن محمد أبو تريكة ما بقاش في حل غير إن احنا ندور على كمان حدوتة. انت يا زفت اللي اسمك حدوت. يا خلفة الندامة انها جت فيك انت بدل ما كانت تيجي في حد ولا حاجه. ده ترى بقى مين العبيط ده كمان؟ كشافات يا مستر. بس الدنيا اما تضلم ساعات النور بيجي من أكتر حد الدنيا استكترت عليه حتى إنه يكون موجود. ايه ده؟ يوم جديد. واد يا خالد، ما تنساش تعدي على مستر رسمي في الفسحة يشوف مين اللي ضربوك وخدوا الشنطة من امبارح. ما احنا يا اخويا ما بندوش فلوس اوانطة ولا ايه؟ ويا رب ما تجيليش مضروب زي كل يوم يا خلفة الندامة. يا لهوي يا ام على الفضايح، ما كل الابطال الخارقين يتمى، اشمعنى انا عاملين لي اهل طيب؟ مين الحيوان اللي رمى الكيس ده؟ يا خراشي ما كنتش اقصد يا حبيبي، بس كويس انها جت فيك انت بدل ما كانت تيجي في حد ولا حاجه. طب مش قبل ما تحدفي زباله يا طنط من البلكونه تشوفي في بني ادمين معديه ولا لا؟ حرام عليك والله يا ولاد دكل. الهي تولع كلكم في يوم واحد يا رب، يا رب نايزك يا رب. السلام عليكم يا بهايم. طبعا مستغربين انا ايه اللي جابني عندكم دلوقتي. انا استأذنت من الناظر وقلت له يا مستر نظمي احنا محتاجين نضم حصة الالعاب لحصة الدراسات لاخر السنة عشان المنهج السنة دي كبير والشباب محتاجة تكثف. هو تعبني في الاول واعترض وقعد يقول لي حصة التربية الرياضية مهمة للطلبة ونشاط الطلبة، بس اقنعته ان انتوا هتلموا الزبالة في حصة الموسيقى والراجل وافق. بس يا شلحف انت وهو ما اسمعش صوت حد. هنبدأ النهاردة درسنا عن الأهرامات وهنتعلم ازاي أجدادنا الفراعنة بنوا مقابر لملوكهم بهذه العظمة والإبداع الهندسي وجعلوها أحد أهم عجائب الدنيا السبع. مين الخرتيت اللي نايم وأنا بشرح؟ حدوته يا استاذ. كشافات يا مستر. أنت يا زفت اللي اسمك حدوتة، ازاي تنام وأنا بشرح؟ لا يا مستر ولا نايم ولا حاجه، ده انا كنت بجيب حاجه من الشنطه بس. شنطة؟ طب أنا كنت بقول إيه يا أخويا؟ حضرتك كنت بتقول كنت بتتكلم عن الأهرامات، كنا بنقول الأهرامات. أيوة مالها الأهرامات يعني؟ مين اللي بناها؟ بنوها ليه؟ مش عارف يا مستر والله، بس أكيد ناس عندهم قدرات إحنا لسه ما نعرفهاش. ما نعرفهاش ازاي يا ابني؟ ده احنا طلعنا الفضاء. فضاء اللي طلعته بطبع العدس اللي أنت جاي منه ده، هو أنا نايم بقالي كتير ولا إيه؟ انت ياض بنوها ليه وازاي يخلص؟ والله يا مستر مش متأكد، بس أكتر نظرية شدتني إنهم بيتحكموا في الجاذبية زي الأوض اللي بنروح نطير فيها في الملاهي دي. إنما ليه بقى هما كانوا بيستخلصوا طاقة من النجوم بطريقة معينة إحنا لسه مش عارفين إزاي ولا بيعملوا بيها إيه حتى. أو ويا ترى بقى انت كنت بتطبع على فيلم كرتون ولا كنت ناوي انت معريها؟ لا يا مستر والله ولا بعريها ولا بتفرج على كرتون، دي قناة يوتيوب اسمها أحمد عدلي. ده ترى بقى مين العبيط ده كمان؟ لا يا مستر ما يصحش عيب، ده مهندس وباحث كبير واشتغل على نظريات بتاعت علماء جوه مصر وبره مصر، خد النظريات دي وعمل عليها تجارب بأجهزة متطورة ما كانتش موجودة أيامهم. الراجل بيتعب عشان يوصل للحقيقة يعني مش أكتر. يعني انت قلتها اهو بنفسك، نظريات مش حياة مؤكدة يعني. ما هو يا مستر كل اللي في كتاب الوزارة فرضيات برضه، يا ريته محصل نظريات حتى. بس يا حمار انت عايزنا نصدق الراجل المجنون بتاعك ده ونظرياته الخربانة واجهزته المتطورة بتاعتك دي ونلغي علم بقالنا 200 سنة بنتعلمه واساتذتنا علموه لنا كمان؟ انا مش عايز فتي، محدش يفتح غير كتاب الوزارة والملزمة بتاعتي، فاهمين ولا لا؟ حاضر يا مستر. اعمل حسابك يا شلحف انت وهو، ان شاء الله الملازم عليها 50% من اعمال السنة وال50 التانية للي ياخد معاها درس، فاهمين ولا لا؟ وبالنسبه للمذاكره والحضور يا استاذ معلهمش اعمال سنه ولا ايه؟ اشمعنى المواد التانية بيدولنا عليهم اعمال سنه؟ وانت مالك انت يا بسكوتة بالكلام ده انت افشل واحد في المدرسة. مدرستي ده انت افشل واحد في المحافظة كلها. الحضور والمذاكرة يا حبيبي عندي عليها ثواب ان شاء الله. يا ابن الرخمه، طبعا في القرشين اللي بنكت بيهم من الدروس وحاطط لنا اعمال السنه على الدروس بتاعتك. والله يا مستر ده انت احسن استاذ في المدرسه، على الاقل حاسس بينا يا اخي وحاسس ان احنا ذنوبنا كتير، عشان كده هتدينا ثواب عليهم انا عارف. يا معلم يا معلم اليونيفورم ده مضايقني قوي، انا بقيت اكره البسه. يا اسطى بطل فرفره بقى، قلت لك البسه في الحوش بس على الاقل عشان لو ابويا شافك من غيره مش هيطلعك الرحله بتاعت بكره. لا يا باشا اذا كان على كده ده احنا نلبسه في البيت كمان لو عايز. هو انت بتكلم مين صحيح؟ لا يا اخويا ده انا كنت بوصي على العربيه بتاعت مستر رسمي حبيب قلبي عشان يبقى يورينا ياخد حصه الالعاب ازاي. سردينه وفشار هينيموا له الاربع فرد على الارض. الحق يا بسكوته البت احلام الجامده قاعده هناك اهي مع نظريه بنت مس ميرفت، تعالوا نروح نرازيهم. لا يا عم فكك بلاش، البت نظريه دي بتنقل كل حاجه لامها مش ناقصه اصلا. بقول لك ايه، الواد حدوته قاعد على الدكه اللي هناك اهو، تعالوا نرازيه احسن ولا نشوفهم عملوا سندوتشات ايه النهارده بدل الزهق ده.
يا باشا بقول لك احلام احلام يا معلمي، احلام يعني الكوارع بالقشطه بتاعت المدرسه، وانت تقول لي حدوته وسندوتشات؟ يا جدع حرام عليك، ايه اللي بتقوله ده يا حيوان انت؟ بقى كده على اخر الزمن يا بسكوته؟ على اخر الزمن بتمد ايدك عليا انا عشان خاطر واحده؟ يا زميلي ما انا قايل لك قبل كده انها تخصني، ما ينفعش تقول عليا الكلام ده برضو ولا ايه؟ يو بقى يا زميلي ما تكبرش الموضوع يا عم، حقك عليا يا اسطى، تعالى هراضيك واعزمك على احلى سندوتشات من ايد ام حدوته، ايه رايك؟ طول عمرك حساس وبتحس بيا يا اخويا بسكوته، والله ده انا طول اليوم في الفصل بطني عماله تعمل اصوات غريبه من الجوع. ايه الحقيقه يا بسكوته؟ ده الواد معاه بيتزا، ده انا ما دقتهاش من ساعه ما سرقناها من مس نيفين بتاعه الفرنساوي. انت يا عم الغبي مش اي حاجه تتقال قدام اي حد يا اخي. طب خلي كشافاته يفتح بقه كده ويورينا عشان اقطع له لسانه على طول. يا عم بوس ايدك، مالكش دعوه بيا، انا ولا شفتك ولا سمعتك، اي خدمه يا عم. هو قصده ان انت شفاف ولا يا اخويا شيردة؟ نعم هي وصلت لكده؟ ده انا هعوره في نضارته. لا يا اخويا ما ينفعش برضه، ده زميلنا وما ينفعش نعوره، هو هيتأدب بالبيتزا اللي معاه دي وخلاص، وخليها علينا احنا المره دي. يا معلم بسكوته قلبك الطيب ده بس هو اللي مودينا في داهيه وبيطمع الناس فينا. يا اسطى سيب يقعد، تسيبني ما اكل كمان تكعبلش في حته بالله البيتزا كده. عليك. شوف الواد البيكس باصص لنا فاكر عيشنا ازاي. يا اخي الناس بقى عليها حاجات غريبه. صحيح على كشافاته، انا سمعت ان في رحله للاهرامات بكره هيطلعوا فيها اولاد المدرسين والاوائل. اكيد انت مش هيطلعوك يعني، يا خساره. يطلع ايه يا عم؟ ده لو جه معانا تبقى المدرسه خدت هوا. عارف احلى حاجه فيك يا بسكوته؟ ان انت ابوك الناظر مروق علينا، انت رحلات وتسريب امتحانات وايه هي صح. انا عرفت سموك شرده ليه يا ابن العبيطه. وانا اقول العيال دي ازاي بتطلع الاوائل على الفصل كل سنه وهم في البلاله اصلا؟ ما تقومي يا وليه تعمل لنا كوبايتين شاي وفشار كده بدل ما انت قاعده زي قلتك. زي قلتي؟ هو انتوا ايه ما عندكمش رحمه؟ ولا انت بتسربني عشان تتفرج على البنات اللي بتعلى في المدرجات؟ يا وليه بنات اللي بتقلع ده ماتش اهلي وزمالك في مصر هنا، الكلام ده في كاس العالم يا اختي. وهم الميسين دول بيهمهم؟ دول ما بيصدقوا يلعبوا خلاص. بابا لو سمحت كنت عايز. بس يا واد سيب ابوك، ما انت شايفه مركز في الماتش. وانا هركز ازاي يا اختي بالصداع اللي انت عاملاه انت وابنك ده انت صوتك مزعج اكتر منه هو اصلا. ما انا اللي غلطانه ان انا قاعده معاك سايباها لك، اتفرج بقى براحتك. هو انت يا بابا متوتر كده ليه؟ ما كل مره علي معلول في الدقيقه 90 بيعمل لنا اسيست ولا بيجيب جون وخلاص على كده، ايه المشكله يعني؟ لا يا عم الزمالك النهارده شكله كعبه عالي على الاهلي وماسك كوره وبيلعب احسن بصراحه. وكورة العلي قالت السرطان قريب ولكن احذروا الكاو احذروا الكاو. ترجع الكورة بالراس، القاضية ممكن القاضية ممكن شاط الكورة جول. مش قلت لك؟ القاضية ممكن القاضية ممكن سجلها علي معلول ملك الحلول. الكورة يس الكورة سي. يا وش السعد انت كنت عايز ايه؟ القذيفة جاءت القذيفة جاءت يا باتشيكو. 100 جنيه بس عشان اروح رحله الاهرامات والنبي يا بابا. هو 19 هو ولدنا عفشة، هو الولد عفشة، هو عفشة. ما تضربش بقى، ده انا اللي وداني صعبت عليا الله. اوعى ده كشافاته لحسن الفضائيين اللي في الهرم ينتشوك جوه ولا حاجه. احنا داخلين دلوقتي محدش يزق حد ولا حد يبعد عن حد، واي حد يحس انه مش قادر يتنفس او تعبان او اي حاجه يقول لي على طول، انا جنبكم محدش يبعد عني. هو ايه الممر ده يا استاذ؟ ممر يا حمار انت، من الممرات تحت قدامك اهي، انت بس عشان عامل زي الخله كده اي كسر في الحيطه بتفتكره ممر. ابو ام غتاتة امك، ربنا يسترها من الحشرات في الزنقه دي، الا لو عناكب فرعونيه يمكن ابقى سبايدر مان مثلا. يا نهار اسود. ايه ده ايه ده؟ ايه الصندوق ده يا عم؟ يا رب الاقي فيه دهب بقى، يا رب ابقى غني. جوة الله. ايه ده؟ انا لو جالي الغضروف هيبقى بسبب الفراعنه. هو في حاجه بتترج جوه ولا انا بيتهيألي؟ ايه ده؟